إن الفرق بين عيالي وعيالِك سَنة. قالت لي: "أيوه طبعًا، جمّعتهم لِك ومعاهم كمان اليونيفورم بتاع المدارس، هاقوم أجيبهم لِك." وقامت تجيبهم وأنا قعدت أحسب المصاريف والأقساط والديون اللي علينا، وفجأة بابُص على التسريحة لقيت الدرج مفتوح ومليان فلوس، ولقيت على التسريحة سلسلة دهب شكلها تقيل أوي. ده أنا لو خدت السلسلة دي وبعتها هاسدد كل ديوني، والّا آخد الفلوس؟ مش هتحس بالفلوس، بس لو خدت السلسلة هتقعد تدوّر عليها. أعمل إيه؟ بلاش آخد الفلوس لا تكون بتاعة جوزها، أنا آخد السلسلة وهي هتفكر إنها ضاعت. وقبل ما تدخل الأوضة خدت السلسلة وخبيتها بسرعة في هدومي، ولمّا جات قالت لي: "أهي الحاجة أهي كلها، لو محتاجة أي حاجة قولي لي، أنتِ عارفة أنتِ أختي وأنا عمري ما هاتأخر عليكِ في أي حاجة." قُلت لها: "تسلمي." وخدت منها الكتب والهدوم ومشيت بسرعة، واللي حصل بعدها ما يخطرش على بال حد. اسمي فريدة، عمري 32 سنة، متجوزة وعندي 3 عيال، واللي كنت باكلمها دي أختي فرح. أنا وفرح حكايتنا بتبتدي لمّا كريم ابن عمي اتقدم لي، وأنا وقتها كنت في الكلية وما كنتش مقتنعة